وأثمن دور مصر، وأحيي لله كلمات الرئيس مبارك. والله لله حين قال بالأمس لن تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام حصار وتجويع الشعب الفلسطيني، كلمات رائعة يجب على الأمة أن تقدرها وأن نأخذ على يده وأن نعينه ونساعده وأن نقول له هذا دور مصر وهذه مكانة مصر، ونحيي هذا الموقف ودعوته للمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص ومؤسسات المدنية في مصر أن تهب لمساعدة ونجدة إخواننا ممن عبروا إلى منطقة رفح ومنطقة العريش. نحيي هذا الموقف. وأنا قلت في أول لقاء أنا على يقين مطلق بفضل الله لو رفع الرئيس هاتفه واتصل أقسمت أن الموقف سيتغير، وفي الصباح تغير الموقف بإذن الله جل وعلا. مصر لها مكان ولا زالت الأمة تنتظر المزيد بفضل الله من مصر، ولا ينبغي لأحد في الدنيا كلها أن يزايد على دور مصر أو أن يزايد على موقف مصر. مصر ما خانت وما كانت خائنة قط.